تعالي النهارده هنعمل صينية بطاطس مدلعة، انما ايه لو عملتيها في عزومة هتشرفك، ويا سلام عليها بقى لو عملتيها في غدا مع كوباية بقى رز بالشعرية كده. مش قادرة اوصفلك على جمالها. بصي هي شكلها لوحده بينطق. هنعمل النهارده مع بعض البطاطس البيوريه باللحمة المفرومة بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة، واهم من ده كله انها لذيذة جدا. بصي بقى تعالي نطلع قطعة كده وتشوفي البطاطس عاملة ازاي. البطاطس دايبة في البشاميل وفي النص لحمة مفرومة، مش قادرة اوصفلك على جمال الوصفة. يلا بقى اللايك والشير وسبسكرايب لو لسه ما دوستيش على السبسكرايب، وفعلي زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك. يلا بينا ندخل على وصفتنا. معايا هنا بطاطس. البطاطس دي انا مقشراها وغسلاها كويس قوي. هقطعها كده بقى مكعبات، دواير، شرايح، اي حاجه عشان اسهل السلق بتاعها. في الوصفه دي يا جماعه تقدروا ان انتوا تجيبوا البطاطس الصغيره دي اللي بتبقى موجوده في السوق، بتبقى ارخص من البطاطس الكبيره وبصراحه بتبقى مسكره قوي. فهاتوها واعملوها بقى الوصفه دي. انا بقطعها كده عشان اسهل عمليه السلق بتاعها. هاخدها بعد ما قطعتها بقى هغسلها برضو غسله تانية كده واشطفها واملاها ميه حلوه نضيفه، وهحطها على النار عشان البطاطس تتسلق معايا. انا عايزه البطاطس تتسلق خالص، يعني مش نص سلقه، لا انا عايز سيبيها تتسلق لحد ايه ما تبقى خلاص كده هي استكفت من السلق بتاعها. والبطاطس بقى بتتسلق معايا على النار. تعالوا بقى نعصج اللحمه المفرومه. معايا هنا شويه زيت، عايزه تحطي سمنه زبده براحتك. هنزل عليهم بقى ببصلايه حلوه كده كبيره متقطعه تقطيعه وسط، وانا ما بحبش هنا اضربها في الكبه عشان لو ضربتيها في الكبه هتشفط منك الزيت. فقطعيها ناعم كده على ايديكي. اديها تقلبتين بس. انا ما بحمرش البصل للحمه، انا مجرد بس ان البصل بيدبل معايا مش اكتر من كده بنزل عليه باللحمه. في ناس كمان بتنزل باللحمه المفرومه الاول بعد كده تنزل فيها بالبصل، بس انا بصراحه بحب الطريقه دي اكتر. اول ما البصل دبلت دبل خلاص معايا. بصي البصل محمرش، نزلت عليه على طول باللحمه المفرومه. انا هنا مستخدمه ربع كيلو بس من اللحمه المفرومه، يعني الطبق ده نص اخدت نصه، يعني ربع كيلو من اللحمه المفرومه. هقلب بقى اللحمه مع البصل كويس قوي. مش بنزل بالبهارات بتاعتي الا لما اللحمه لونها يتغير. اول ما اللحمه بتاعتي يبدا لونها يتغير وتدخل خلاص في السوا ببدأ انزل بالبهارات بتاعتي. وبهاراتنا النهاردة بسيطة. هنحط بقى رشة من الملح، رشة من 7 بهارات، بهارات اللحمة، بصل بودر. انا مش بص نقول تاني ملح، بصل بودر، توم بودر، بهارات لحمه، 7 بهارات، بابريكا مدخنه. بس كده هي دي البهارات اللي احنا هنحطها. وطبعا تقدري ان انت تستكفي بس بالملح والفلفل الاسود براحتك خالص، اللي متاح واللي موجود عندك استخدميه. هقلب بقى كل ده مع بعضه كويس قوي، وانا اللحمه عندي ما بتاخدش سوا خالص. هسيبها بقى كده ايه يعني كام دقيقه كده على النار وتمام كده. هنا البطاطس خلاص كانت اتسلقت معايا. حطيت بقى البطاطس وهي سخنه كده مكعب زبده، وبعد كده هنزل عليها كمان برشه من الملح ورشه من الفلفل الاسود ورشه من البابريكا المدخنه. مفيش ابسط ولا اسهل من كده لحد دلوقتي. وهرسي لي بقى البطاطس بتاعتي دي حلوه قوي لحد ما تبقى ناعمه وطريه. يبقى بهاراتنا للبطاطس مكعب زبده، ملح، فلفل اسود، بابريكا مدخنه. برضو لو ما عندكيش بابريكا مدخنه ملح وفلفل اسود بس ومكعب الزبده. تقدري بقى بشوكة، هرسة بطاطس، بكوباية، براحتك تقدري تستخدمي اي حاجة لهرس البطاطس. بس اهم حاجة بقى هنا انا عايزاكي تهرسي لي البطاطس دي لحد ما تبقى ناعمة على الاخر، يعني لحد ما توصلي للمقطع اللي انا هوصل له دلوقتي ده. انا عايزة البطاطس بتاعتي تبقى طرية ما فيهاش كتل. في ناس بتجيب البطاطس وبتفضل تعملها في مصفى كده ضيقة عشان توصل للنتيجة دي. بس هي البطاطس لو سلقتيها كويس قوي هتوصلي للنتيجة دي بالشوكة. انا ما استخدمتش اي حاجة ولا مصفى ولا اي حاجة، هي الشوكة بس. فضلت اهرس فيها لحد ما بقى قوامها كريمي كده زي ما انتي شايفة. وكده البطاطس عندي خلاص تمام اتظبطت وخلصت. تعالوا بقى نخش على الخطوة اللي بعد كده. هنسيب بقى البطاطس على جنب خلاص، واللحمه خلاص كانت استوت معايا. تعالي بقى نعمل البشاميل بتاعنا. معايا هنا 4 كوبايات من اللبن، واللبن ده يفضل يبقى لبن بارد ما يبقاش لبن سخن، عشان انا هعمل البشاميل بتاعي النهارده على البارد. 4 كوبايات اللبن هنزل عليهم ب3 معالق ونص من الدقيق. اللي متابعني عارف ان كل كوبايه لبن بتاخد معلقه كامله من الدقيق، بس انا عايزه القوام بتاع البشاميل النهارده يبقى اخف شويه من كل مره، فعشان كده قللت من المعلقه الاخيره نص معلقه. يعني بدل ال4 معالق خليتهم 3 معالق ونص بس من الدقيق. هقلب كل ده على البارد كويس قوي. مش هولع النار الا لما الاقي ان الدقيق بتاعي خلاص اختفى مع الحليب او مع اللبن. هبدا بقى اولع النار عادي، بس اوعي تولعي النار وانت لسه ما دوبتيش الدقيق كويس. البشاميل ده يا جماعه للناس اللي
لسه مش بتعرف تظبط البشاميل، انسي بعد الطريقه دي ان البشاميل هيبوظ منك تاني. هو ده اسمه البشاميل على البارد، وبيبقى طعمه يا جماعه والله بجد خفيف وطعمه حلو زي البشاميل التاني بالظبط. بعد كده هنزل عليه بقى بمكعب زبده، وهحط رشه صغيره من الملح، ما تكتريش الملح لان البشاميل لو الملح بتاعه بقى كتير طعمه مش بيبقى حلو، لكن يعني انا بحاول اخلي الملح بتاعه بيبقى خفيف، هتلاقيه كده عامل شبه الكريمه بالظبط لما بتقللي من الملح بتاعه. هحط الملح وهحط بطرف المعلقه بهارات لحمه، يعني عشان يبقى كله واخد مع بعض، يعني واخد نفس الطعم. مش حابه خلاص مش مشكله، مفيش يعني براحتك. حطيت هنا الملح وهحط بصي يعني اللي هحطها على طرف المعلقه بس كده بهارات لحمه، وهقلب بقى كويس قوي لحد ما البشاميل بتاعي يسخن والزبده بتاعتي تسيح ويبدا يغلي معايا كده. كده خلاص اول ما يبدا يغلي واحس ان قوامه بدا يتقل بطفي عليه النار، وكده البشاميل بتاعي جهز معايا كده. كل الحاجات اللي احنا مجهزينها للاكله خلصت، البشاميل خلص والبطاطس اتسلقت واللحمه خلاص استوت معايا. تعالي بقى نشوف هنعمل ايه كده بالراحه واحده واحده. هجيب بقى هنا البطاطس اللي انا سلقتها وكنا مجهزينها، هاخد نصها، يعني بصي انا قسمتها كده بالنص بالشوكه، وهنزل في طبق كده بنص البطاطس. طبعا البطاطس عشان بردت فتحسي ان هي مسكت نفسها، ولا تقلقي لما هننزل عليها دلوقتي بالبشاميل السخن هتتفكك وهتبقى حلوه جدا. انزلي عليها بقى بكبشتين 3 كده من البشاميل اللي عندك ده، وقلبي بقى البطاطس مع البشاميل. عايزه البطاطس تتشرب من البشاميل اللي احنا حاطينه ده، قلبي بقى كويس قوي كده لحد ما البطاطس والبشاميل يختلطوا مع بعض. وهنا بقى انا مجهزه الصينيه اللي انا هشتغل فيها او هسوي فيها، حاطه فيها ورق كيس من اكياس التلاجة، او عايزه تحطي ورقه زبده مفيش مشكله، فاتحه الكيس وفرداه بنفس حجم الصينيه بتاعتي. وهقول لك ليه دلوقتي احنا عملنا الحركه دي. هنا خلاص البطاطس قلبناها مع البشاميل، هاخد بقى هنا البطاطس بتاعتي وهفردها اهو على كيس التلاجة ده. طب ليه؟ عشان ده هيبقى الوش بتاع البطاطس بتاعتي طريه، فمش هعرف افردها بسهوله على وش اللحمه. هفرد الطبقه دي عشان، وبعد كده هرجع اشيل الطبقه دي بالكيس كده عشان تبقى ده وش البطاطس بتاعتي. لو لسه مش فاهماني قوي فخليكي مكمله معايا الفيديو هتعرفي انا قصدي ايه. هفرد بقى البطاطس بتاعتي كده بنفس حجم الصينيه زي ما انتي شايفه. ولو لسه وصلتي للمقطع ده ولسه ما دوستيش اللايك فما تنسيش اللايك، وما تنسيش الاشتراك او السبسكرايب في القناه، وفعلي زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك. قولي لي رايك بقى في الوصفه، ولو انتي بتعمليها وبتعمليها بتريكات تانية قولي لي عليها. هنا بقى بعد ما خلاص فردت صينيه البطاطس اهي، بس فردت طبقه البطاطس قصدي، هاخد بقى بصي بكيسة التلاجة كده نقلتها في طبق او في صينيه وهسيبها بقى على جنب. كده عملنا ده الوش. تعالي بقى نعمل الارضيه بتاعت الصينيه بتاعتنا. ده بقيه البطاطس، احنا خدنا نصها وده النص التاني. هعمل نفس الطريقه، هنزل عليه برضو بكام كبشه كده من البشاميل، كبشتين 3 كده من البشاميل، وهفضل اقلبهم كويس قوي مع بعضهم. وهحط كمان في الصينيه اللي انا هسوي فيها برضو كبشتين كده من البشاميل، عشان بدل ما ادهن يعني زبده او سمنه او زيت او حاجه، لا انا هحط بس كده كام كبشه عشان البطاطس بتاعتي ما تلزقش معايا. هقلب بقى البطاطس مع البشاميل زي ما عملنا في الطبقه اللي قبل كده، هقلبهم كويس قوي. وبعد كده هنزل على طول بقى هنا، هنزل على طول في الصينيه عشان تبقى دي الارضيه او القاعده بتاعتي بتاعت البطاطس. تهيالي يعني سهله وبسيطه، وما يعني ما تحسي ان وقت الفيديو طويل، بس هو بجد يعني خطواتها سهله، وتقدري ان انتي تعملي الثلاث، تسلقي البطاطس وتعصجي اللحمه والبشاميل في نفس الوقت، مش بتاخد وقت خالص معانا. هنا بقى نزلت بقيه البطاطس بتاعتي وهفردها زي ما فردت الطبقه التانية. هفردها بقى كده في الصينيه. بصي البطاطس اصلا بتتفرد معايا بكل سهوله. طبعا لو عايزه تعملي صينيه تقريبا ده كان كيلو الا من البطاطس، لو عايزه بقى تعملي صينيه اكبر او تخلي حجم البطاطس بتاعتك سميكه كتري بطاطس. بس انا بصراحه انا حابه يعني ما تبقاش البطاطس تخينه قوي معايا، فعشان كده انا بحب قوي اعمل المعيار ده، يعني حتى ما بحطش الكيلو كله، بيبقى الكيلو ناقص شويه. فردنا هنا البطاطس خلاص في الصينيه. بصي بتتفرد بكل سهوله. بعد بقى ما فردتها هجيب بقى اللحمه اللي احنا عصجناها مع بعض وهنزل عليها فوق البطاطس بتاعتنا. وصفة حلوة وسهلة ولذيذة وبجد تغيير، وبما اننا كمان داخلين على رمضان فممكن تحفظي الوصفة دي عندك عشان تعمليها بقى في عزومات رمضان. هنزل بقى كده باللحمة المفرومة اهو، وده زي ما قلتلك ده ربع كيلو من اللحمة المفرومة. هنزل عليه وهفرده كده في الصينية.
بعد ما افرده خلاص تمام، هاجيب بقى البطاطس اللي احنا كنا فاردينها على كيس التلاجة او على ورقة الزبدة، وهاجيبها بقى عشان افردها على وش اللحمة المفرومة بتاعتي، ويبقى كده صينية البطاطس بتاعتي بصي خلاص ناقصنا بقى ايه التفنيشة الاخيرة والوش الاخير بتاعها بتاع البشاميل. بصي هتاخدي بقى كيس التلاجة كده وتنزلي عليها بالراحة خالص، وتشيلي بقى الكيس التلاجة، هتنزل عندك البطاطس هتسويها كده بشوكة، يعني الأطراف بتاعتها كده لو فيها حتة عايزة تتساوي ولا حاجة هنسويها بالشوكة وتمام قوي كده. خلاص هنجيب بقى البشاميل بتاعي وهنزل بقى على الوش بتاعها بالبشاميل اللي احنا مجهزينه معايا. هغرقها بقى يعني كل بقيه البشاميل بقى هينزل على الوش بتاعها زي ما انت شايفه غرقانه في البشاميل. تقدري بقى لو حابه جبنه تقدري تحطي موتزاريلا ميكس جبن براحتك، بس انا استكفيت بس بالبشاميل، ما حطيتش عليها اي حاجه. همسح بس الحروف بتاعتها كده بمنديل عشان البشاميل بتاعي ما يتحرقش، وادخلها على فرن من تحت درجه حراره متوسطه حوالي مثلا 10 دقايق كده، يعني كله كده يدخل في بعضه. وبعد كده هطفي من تحت واشغل الشوايه لحد ما تاخد اللون الجميل ده، لان هي اصلا كل حاجه مستويه. فانا بشغل تحت على درجة حرارة وسط، يعني ياخدوا يدوا مع بعضهم كده، وبعد كده بطفي تحت واشغل الشواية لحد ما يطلع عندك القمر ده. بس القمر ده بقى ما تقطعهوش وهو سخن، لازم تستني على الاقل وهو دافي كده عشان تطلع معاكي الخرطات مظبوطة. يعني هنا انا ما كانش لسه ده برد قوي ولا كان دافي، كان لسه يعني ايه بقاله مثلا 10 دقايق طالع من الفرن. بصي بقى الجمال، بصي الخرطة بتطلع بخرطتها تحفة. البطاطس مع اللحمة مع البشاميل مش قادرة اوصفلك جمال الطبق ده قد ايه. زي ما قلتلك تقدري تعملي جنبه رز ابيض او رز بالشعرية. بصي تحفة. ان شاء الله الوصفة تعجبك وتجربيها، وهستنى ترجعي تقوليلي رأيك فيها. ولو كملتي الفيديو معايا للاخر ما تنسينيش بقى بحاجتي اللايك والشير والسبسكرايب، وهستنى رأيك في الوصفة، وهستنى لو انتي بتعمليها تقوليلي بقى طريقتك فيها ايه، عشان لو في حاجة انتي بتعمليها انا مش بعملها نجربها في فيديو تاني مع بعض ان شاء الله.